التكهنات هذه احنا نسمعها نشوفها في الوسائل الإعلامية. بالنسبة لدولة قطر، دولة قطر موقفها وضحته يعني في محافل كثيرة. احنا كان هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والتعامل ومقاطعة النظام السوري في ذاك الوقت، وهذه الأسباب ما زالت قائمة بالنسبة لنا على الأقل في دولة قطر. صحيح أن الحرب توقفت، ولكن الشعب السوري ما زال مهجر، في ناس يعني أبرياء في السجون، في أشياء كثيرة. احنا لا نريد فرض حلول على الشعب السوري. الشعب السوري هو اللي راح يعني يجب أن يوصل للحل، يجب أن يكون في حل سياسي للأزمة السورية. دولة قطر قرارها كدولة منفرد هو أن لا تتخذ أي خطوة إذا ما في تقدم سياسي، ما في يعني حل سياسي للأزمة السورية. الدول الأخرى كل دولة لها تقييمها، وهذا قرار يخصهم، قرار سيادي، ولكن دولة قطر هذا الموقف اللي متمسكة فيه، وإلى اليوم مثل ما قلت لك ما في إلا تكهنات، ما في شيء يعني ما في شيء واضح ومطروح على الطاولة. واحنا نتمنى ان يعني انه يكون في حل في اسرع وقت ممكن، والحل هذا في يد السوريين وليس في يد دولة قطر.